يا صباح الخير او مساء الخير حسب ما انتوا بتشوفوا الفيديو. المهم يعني يومكم مليان بالسعادة والتفاؤل وراحة البال، يا رب جميعا تكونوا بخير. طبعا كلنا عارفين ان انواع العيش والطرق بتاعته كتير جدا، بس العيش بقى اللي احنا هنعمله مع بعض النهاردة انا بصراحة كده مسمياه العيش السحري. طيب ليه سحر يعني، وايه الفرق اللي بينه وبين انواع العيش التانية؟ اول واهم حاجة ان العيش القمر اللي انتوا شايفينه بيتنفخ قدامكم ده العجينة بتاعته احنا ما بنلمسهاش بالمرة يعني، ولا بنلت بقى ولا نعجن ولا نكور العجينة ونسيبها ترتاح علشان نعرف نفردها ولا الكلام ده خالص، لان عجينة العيش القمر اللي قدامكم ده عجينة سايلة بنضربها في الخلاط. هو من ضمن بقى الحاجات الحلوة الكتير قوي اللي في العيش ده ان هو بمكونين اتنين بس، بشوية دقيق وشوية مية وهتعملي العيش اللي بيترفع قدامك ده. ايه ده يعني كمان ما بنستخدمش خميرة ولا بيكنج باودر؟ لا ما بنستخدمش اي حاجة من دي خالص، هو دقيق ومية بس مش اكتر من كده. والاحلى بقى ان العيش ده يمشي حلو حادق، بديل التورتيلا والكريب بيكون حلو جدا في كل انواع السندوتشات يعني. ممكن تحضريه بعد ما تشوفي الفيديو من كتر ما هو سهل. يلا بقى نشوف العيش القمر ده عملناه ازاي. بس قبل ما نبدا الفيديو حابه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. وعلشان احضر العجينه في شفشق الخلاط حطيت 3 كوبايات من الميه، 3 كوبايات من دي متعدده الاستخدامات او ممكن دي مخبوزات، معلقه صغيره ممسوحه من الملح، معلقه صغيره ممسوحه من السكر، معلقتين كبار من الزيت. ممكن تحطي معلقه او ممكن تستغني عنهم خالص. هي المكونات الاساسيه الدقيق والميه وذره الملح بس مش اكتر من كده. فلو عايزه تحطي الزيت حطي، مش عايزه مفيش مشكله. وحاجه مهمه برضو الكوبايه اللي هتعايري بيها دي تكون هي نفس الكوبايه اللي هتاخدي بيها الميه. وبس كده، وهي دي مكونات العجينه اللي هنعمل بيها العيش. هنضربهم بقى مع بعض كويس جدا في الخلاط، وكمان ممكن تستغني عن الخلاط وتعمليها بالويسك اليدوي. هي العجينه سهله وما فيهاش اي حاجه، بس انا منعا يعني لاي تكتلات من الدقيق فحبيت اختصر الموضوع وعملتها في شفشق الخلاط. وكمان زياده تاكيد يعني علشان اتاكد ان مفيش اي تكتلات من الدقيق، قبل ما احط العجينه في الطبق عديتها على مصفى. هو ده سمك العجينه الصح، ولا خفيف قوي ميه ولا تقيل قوي. لو العجينه خفيفه قوي وعملت اختبار المعلقه ده الخط مش هيسيب فراغ زي كده، العجينه هتضم تاني على بعض. وهغطي العجينه وهسيبها 5 دقايق بس مش اكتر من كده. هي ولا فيها بيكنج باودر ولا فيها خميره، الدقيق بس ياخد راحته كده في الميه مش اكتر من كده. اظن كده لغايه هنا ومفيش اسهل من كده. نيجي بقى لاهم خطوه وهي تكنيك التسويه. اول حاجه الطاسه بتاعتك لازم تكون غير لاصقه، ما نصحكيش ابدا بالالومنيوم او الستانلس. تاني حاجه الطاسه دي قبل ما تحطي فيها العجينه لازم الطاسه نفسها تكون دافيه، ولا هي سخنه قوي ولا هي بارده قوي، تكون دافيه لدرجه انك تتحملي تمسكيها بايديكي عادي. ومهم كمان قبل ما تحطي العجينه في الطاسه لازم تمسحي الطاسه كده بمسحه زيت خفيفه، يعني تحطي فيها زي معلقه زيت كده وبعدين تمسحيها بالمنديل مش بالفرشه. احنا محتاجين زيت بسيط جدا زياده تاكيد بس علشان العيش ما يلزقش. بعد الزيت بقى هتنزلي بالعجينه. كميه العجينه تكون قد ايه؟ هيكون حسب حجم الطاسه بتاعتك. المهم تخلي بالك احنا مش بنعمل كريب، احنا بنعمل عيش، يعني مش صح انك تحطي كميه عجينه بسيطه كده في وسط الطاسه وبعدين توزعيها على الطاسه كلها زي ما بنعمل في الكريب. كده هيكون سمك العجينه خفيف جدا وشفاف، مش هيترفع معاكي ابدا زي كده، وكمان هينشف منك واحتمال يبقى رقاق. الاحسن كميه العجينه اللي انت هتحطيها في الطاسه يكون باقي عليها حاجه بسيطه خالص وتملى الطاسه، يعني يا دوب تحركي الطاسه بس علشان تديها شكل دائري. ومقاس الطاسه طبعا هيكون حسب رغبتك انت في حجم الرغيف، بس خلي بالك ان الرغيف بعد ما بيستوي بيترفع زي ما انت شايفه كده حجمه بيصغر، فما تصغريش الطاسه قوي يعني. ممكن تعمليها في صينيه على فكره، المهم تكون غير لاصقه. نيجي بقى للتسويه هتكون ازاي. انت خلاص صبيت العجينه ووزعتيها كويس في الطاسه، هتحطي بقى الطاسه دي على نار تكون متوسطه. ما ينفعش ابدا ان النار تكون عاليه قوي ولا تكون هاديه قوي. عاليه قوي هتحرق لك العيش ومش هيترفع معاكي زي كده، وهاديه قوي هتنشفه ومش هتخليه ياخد القوام الطري اللي انت شايفاه ده. ومهمه جدا برضو علشان ما انساش، لازم قبل كل مره بتحطي عجينه في الطاسه لازم وهي في الطبق تديها تقليبه كده علشان ساعات الدقيق بيترسب تحت، فمهم جدا قبل كل رغيف تقلبي الخليط كويس. اول بقى ما تنزلي بالعجينه في الطاسه وتاخد الشكل الدائري بتاعها ده وتحطيها على النار مش هتلمسيها ابدا لغايه لما الوش بتاعها ينشف زي كده وما يكونش فيه اي عجينه سايله خالص. وهي طبيعي اول ما الوش بتاعها ينشف هتلاقي الاطراف بتاعتها كده فكت من الطاسه. المهم انك ما تلمسيش العجينه ولا تحركيها الا لما الوش اللي تحت ده ينشف خالص، ينشف بس لكن ما ياخدش لون. مهم جدا انك ما تسيبوش ياخد لون، لان لو سبت الجنب اللي تحت ياخد لون وما قلبتهوش على الجنب التاني العيش مش هيترفع معاكي زي كده. ويا ريت لو قدرتي تتحكمي وتتحملي الحراره شويه وتقلبي العيش ده بايدك هيكون احسن، لان ممكن غصب عنك لو انت مش متحكمه قوي وقلبتي بالاسباتيولا تعملي فتحات في العجينه او تتخرم منك، او العجينه مثلا تكون لسه طريه فتلزق في المعلقه. فالفتحات دي ما بتكونش مستحبه ابدا في العيش اللي بنكون عايزينه يترفع. المهم بقى ان بعد القلبه الاولى هتفضلي بقى تقلبي الرغيف ده على كل جنب كده لمده ثواني
ما تسيبوش على جنب واحد مده طويله، حتى لو انت شايفاه بيترفع زي اللي قدامك ده ما تسيبوش برضو على الجنب ده وتفضلي بقى فرحانه بشكله كده وهو بيترفع. لازم برضو تفضلي تقلبيه على الجنب ده شويه والجنب ده شويه علشان يستوي من جوه كويس وما يكونش معجن. وبفضل بقى اضغط بالاسباتيولا بالراحه كده على الرغيف كله علشان اوزع الهواء اللي جوه الرغيف من الحتت اللي فيها هواء للحتت اللي لسه ما دخلهاش هواء. وبين كل رغيف والتاني لازم برضو تحطي شويه زيت وتوزعيهم كويس. ومهم جدا برضو تقليب العجينه، ومهم برضو جدا ان بين كل رغيف والتاني لازم الطاسه تهدى شويه، ما ينفعش تنزلي بالعجينه والطاسه سخنه، لان لو نزلتي بالعجينه والطاسه سخنه فهتنشف على طول ومش هتلحقي توزعيها في الطاسه وهتبقى العجينه سميكه. ولو العجينه سميكه وجيتي تقلبيها على الجنب التاني هتتشقق منك وهتعمل فتحات كتير. ولما تيجي تحركي الاطراف بتاعه العجينه بالاسباتيولا بلاش تستخدمي الجنب اللي فيه بوز ده، استخدمي الجنب العريض علشان ما تجرحيش العجينه وتعملي فيها فتحات. وعلى فكرة ممكن تسهليها على نفسك يعني وتحطي طاستين على البوتاجاز كده جنب بعض، تحطي واحدة هنا والتانية تكون بتبرد وهكذا علشان تنجز معاكي وقت. او بعد كل رغيف تروحي تبردي ظهر الطاسة كده تحت المية. هو تسوية الرغيف كله على بعضه ما بياخدش دقيقتين بس مش اكتر من كده. انا مش عارفة بصراحة هو الكلام ده صح ولا غلط، في ناس كتير بتقول غلط نحط الجرانيت او السيراميك وهو سخن يعني تحت المية مباشرة بتأثر عليهم، بس في ايه يعني بصراحة معرفش يعني ما عنديش معلومة، انا بغسلهم عادي ما فيش مشكلة. بس لو انتوا عندكم فكرة عن الموضوع ده ياريت تقولولي فعلا صح كده ولا ده كلام وخلاص ولا ايه. بس هو بصراحة ما بياخدش وقت خالص، وخصوصا لو عملت زي كده واشتغلت في طاستين هتلاقيه هيخلص معاكي بسرعة جدا. بصوا بقى في الخطوة دي لو كانت العجينة من البداية قوامها تقيل او انا حطيت عجينة كتير في الطاسة وكانت اتنت معايا التانية دي كان زمانها اتشققت. علشان كده بقول لكم انزلوا بكمية عجينة معقولة، ولا هي تكون قليلة قوي ولا هي كتير قوي. خطوة برضو مهمة جدا، مش علشان الرغيف اترفع معاكي كده من الجنبين بقى وفرحانة بيه معنى كده ان هو استوى وتشيليه بقى من الطاسة ويبقى كده خلاص، لا طبعا لازم تفضلي تقلبيه على كل جنب كده شوية لغاية لما ياخد اللون البني الحلو ده من على الجنبين. يعني ولا هو دهبي فاتح قوي ان هو لسه ني ولا يكون بني غامق قوي لدرجه انه يبقى محروق. فخلي بالك من النقطه دي علشان الارتفاع ده ممكن يخدعنا. زي ما انت شايفه كده هو اترفع بس لسه لونه فاتح، فمش معنى كده ان هو استوى من جوه. ولو لقيتي بقى الرغيف ده عمل فتحه او فتحتين كده وبيطلع منهم البخار، انت بس بمجرد انك تحطي او تضغطي بالاسباتيولا على الفتحات دي هتلاقيها وزعت البخار في باقي الرغيف عادي ما فيش مشكله. مش معنى ان هو عمل معاكي فتحه او فتحتين تقولي بقى ان الدنيا باظت، لا ابدا، انت بس اضغطي عليها كده بالاسباتيولا وهتلاقي البخار اتكتم وتوزع في بقيه الرغيف كويس جدا. علشان الضغط والحركه المستمره في الرغيف دي هي اللي بتساعد ان الرغيف يترفع معاكي. انا اصلا طول ما انا بسوي العيش ده وبقلب فيه ما بسيبش الاسباتيولا ابدا من ايدي. وحاجه بقى مهمه كمان علشان العيش كده يطلع معانا ولا غلطه، بعد ما بتخلصي تسويه الرغيف بتطلعيه في الاول على شبكه لغايه لما درجه الحراره بتاعته تهدى شويه، وبعدين ترجعي تحطيه في فوطه وتغطيه علشان لو حطيتيه في فوطه وهو لسه سخن هيعجن معاكي. يعني انت مثلا سويتي الرغيف الاولاني هتطلعيه على شبكه لغايه لما تخلصي تسويه الرغيف التاني تحطي الاولاني في الفوطه وهكذا، يعني يتهوى بس لغايه لما تسوي الرغيف اللي بعده. المهم ان انت ما تسيبوش برده بره الفوطه فتره طويله او لغايه لما يبرد خالص علشان هينشف. لاحظي ان عجينه العيش ده دقيق وميه بس مش اكتر من كده، فلو سبتيه يبرد خالص بره الفوطه هينشف معاكي. وبس كده يا ستي، اظن مفيش ابسط ولا اسرع ولا اسهل ولا اوفر من كده من مكونات بقى لطريقه التحضير للنتيجه للاستخدام بجد. ولا احلى صحتنا بقى واحنا عمالين نلت ونعجن كل ما نعوز ناكل حاجه حلوه او مثلا عايزين عيش سريع. وزي ما انت شايفه كده العيش طالع ولا احلى، طري جدا. وعلى فكرة بينفع وبيكون حلو جدا كبديل لعيش التورتيلا، بدل بقى ما تفضلي تعجني وتفردي وبعدين تسوي. طري جدا وهيتلف معاكي بالشكل اللي انت عايزاه. عايزاه كريب زي كده، عايزاه رول، عايزاه شاورما مقفول مثلا من الجوانب وتضغطي عليه كويس بيبقى حلو برده جدا. وزي ما قلت لكم بيليق عليه جدا الحشوات الحادقه والحلوه. عايزه بقى تحشيه لبنه زي كده، عايزه تحشيه جبنه كريمي، مربى بقى او شوكولاته، او تعملي بيه قرص بيض، ده طبعا للفطار. اما للغدا بقى فتقدري تعملي فيه لحوم زي ما انت عايزه وبعدين تحطيه في الطاسه كده وتحمصيه وهتبقي عملتي احلى ساندوتش. طبعا في ممكن اللي بيسال نفسه طب ايه الفرق اللي بينه مثلا وبين عيش التورتيلا، او ايه الفرق اللي بينه وبين الكريب؟ لا بصراحة هو مختلف عنهم بالمرة، يعني نقدر نقول عليه كده هو حاجة في النص. لان عيش التورتيلا العجينة بتاعته طبعا بتكون متماسكة ما بتكونش زي دي خالص، اما قوامه بقى بعد ما بيستوي فلا بيكون ناشف عن ده طبعا، ما بيكونش طري قوي كده. اما بقى الكريب فممكن تكون العجينة متشابهة شوية، اما التسوية فلا مختلفة. عجينة الكريب واحنا بنسويها بنكون قاصدين ان احنا نسيبها يعني شبيهة شوية بالعجينة النية، بحكم بقى ان احنا لسه هنحشيها ونرجعها تاني للطاسة فبنسيبها طرية شوية.
اما بقى العيش ده فلا، قوامه وطعمه مختلف جدا عنه. انا بقى بنتي وهي بتفطر غمست بيه عسل ابيض من غير ما اقول لها والله اي حاجه، قالت لي يا ماما ده طعمه مدي شويه على الفطير المشلتت، بحكم طبعا ان عجينته طبعا هي ميه ودقيق زي الفطير المشلتت بالظبط، ففعلا كان طعمه حلو جدا. انتوا بس خلي بالكم من تكنيك التسويه من الملاحظات اللي انا قلتها، لان الملاحظات دي ما جاتش كده من فراغ، دي جت من تجارب كتير لغايه لما طلعت لكم بالطريقه القمر دي. اتمنى ان انتوا تجربوه وان شاء الله هيعجبكم. يا رب يكون الفيديو كان خفيف على قلوبكم. نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه. ولو استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه ما تنسوش تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير. ربنا يحسن ما بين ايديكم.